الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترمة، لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لمناقشة تقرير لجنة المالية حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول نفس الموضوع. في البداية أثمن باسم فريق التوصيات الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية والمجهود الكبير الذي قام به قضاة المجلس في التتبع والتقييم رغم الصعوبات التي انتصبت أمامه بسبب عدم وجود نظام معلوماتي كفيل بحسن التدقيق والمواكبة. وبالمناسبة ننوه بالعمل الجيد الذي قامت به لجنة مراقبة المالية من خلال النقاش الجاد الذي أفرز 38 توصية قبلت منها الحكومة 37 توصية تروم كلها تقوية اختصاصات مؤسسة التعاون الوطني وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المؤسسة من طرف جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله سنة 1957، الممثلة في المرحلة الأولى بمد يد العون والمساعدة، ثم بالعمل الوقائي والتأهيلي في مرحلة ثانية، وصولاً إلى مرحلة المساعدة الاجتماعية التي نتمنى تنزيلها تنزيل الأمثل. لقد أولت بلادنا للمسألة الاجتماعية أهمية بالغة جداً منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش أسلافه المنعمين، فالعديد من الخطب والتوجيهات الملكية السامية حفلت بالاهتمام بالهاجس الاجتماعي والمجتمعي بمختلف تجلياته من خلال العديد من المبادرات الخلاقة التي تعتبر عنوانا لعهد انتصر للإنسان وللرأسمال البشري في المقام الأول. فكانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إحدى ركائز هذه السياسة الاجتماعية، كما أن معالم الاستهداف الاجتماعي همت كل فئات وكل مكونات النوع الاجتماعي التي جعل لها دستور 2011 موطئ قدم ضمن مقتضياته، علاوة على الورش الكبير المتمثل في الحماية الاجتماعية. إن هذه الحلقات المتواصلة من المسلسل الاجتماعي أكسبت بلادنا بدون شك الريادة والسمو، مما يتطلب في تقديرنا من الجهاز الحكومي المضي قدما في هذا الورش، بما يتطلبه الأمر من حسن الحكامة وفعالية التدبير والاجتهاد في ابتكار الحلول التمويلية وإرساء آليات فعالة للتقييم والمراقبة. إن مناقشة موضوع التعاون الوطني في هذه الجلسة الدستورية يكتسي أهمية بالغة، لأنه من جهة يشكل تفعيلاً لدور المؤسسات الدستورية، ولأنه من جهة أخرى يضع الإصبع على مجموعة من العراقيل والمعيقات والتحديات والإكراهات التي يتعين رفعها وتجاوزها. واعتباراً لما سلف، لا بد من القول بأن المطلوب اليوم هو أن تتحمل كل الجهات والمؤسسات ذات صلة لمسؤوليتها، لا سيما أن الأمر يرتبط بشعار الدولة الاجتماعية الذي آلت هذه الحكومة على نفسها تحقيقه. إن الأمر لا بد أن يمر من مرحلة الشعار إلى مرحلة الأجراء الفعلية. فمن خلال مدارستنا وتتبعنا لهذا الحوار الاجتماعي المجتمعي الذي كنا دوما من الداعين إليه في الحركة الشعبية، لاحظنا أن هناك العديد من الجهات المعنية بالتنزيل الحقيقي للتوصيات التي أشرنا إليها آنفاً، وعلى رأسها الحكومة بالطبع، وبالإضافة إلى القطاع الخاص ومجالس الجهات والجماعات والعملات والأقاليم وغيرها. أكيد أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي الجهة الوصية والمسؤولة بالدرجة الأولى، ولكن باقي المؤسسات والجهات بما فيها المجتمع المدني والإعلام أيضاً مدعوة بدورها للقيام بالدور المنوط بها، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة في المواكبة والتنزيل. نتطلع أيضاً إلى توحيد المؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، وبالتالي التقليص من كثرة المتدخلين، كما أن العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي تستدعي العمل على تعزيز المقاربة المحلية والإقليمية والجهوية وفي كل ما له علاقة بالاستهداف الاجتماعي.
ومن ثم ندعو إلى الإسراع في تنزيل ميثاق اللا تمركز الإداري وفي أفق تحقيق التقائية السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، فهذه الالتقائية من شأنها ابتكار حلول للتمويل الذاتي فضلاً عن الدعم الحكومي الذي لم يتغير منذ سنة 2013 والدعم الإحساني المؤسس. لقد اطلعنا على مختلف التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو من قبل لجنة مراقبة المالية، ودون الخوض في تفاصيل هذه التوصيات المهمة، فإننا نطرح التساؤل على مآل مشروع تنظيم الهيكلي الجديد للتعاون الوطني ومشروع النظام الأساسي، كما نتساءل عن المنصة الرقمية للتتبع المزمع إرساؤها ومآل تنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي والشباك الاجتماعي الموحد جسر، وأيضاً اللجنة الاجتماعية لضمان التقائية مختلف البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، مستوضحين حول الأفق الزمني لإخراج المراسيم التطبيقية للقانون رقم 65/15 باعتباره قانوناً مؤطراً للفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة. والتساؤل ينصب أيضاً حول الوعد الحكومي المتعلق بالحاضنات والاستراتيجية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. السيدة الوزيرة المحترمة، إن تأهيل البنيات التحتية أمر مهم، ولكن يجب العمل أيضاً على تأهيل الأطر وتأهيل الجمعيات المسيرة للمؤسسات الرعاية الاجتماعية. واعتباراً لأهمية التأطير التربوي والإداري، فإننا ندعو إلى العمل على إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة التعاون الوطني في القانون المالية المقبلة، لا سيما بعد الإحالات المتواصلة للمستخدمين والأطر على التقاعد. وبنفس الحرص ندعو إلى الالتفات إلى أوضاع العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذين لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى ولا يتمتعون بالتغطية الصحية والتأمين عن الشغل وباقي الحقوق.